مرحبا. كالعادة تريد أمريكا منا أن نفهم كل شيء وفي نفس الوقت ألا نفهم شيئا على الإطلاق. هذه هي أمريكا التي قلنا سابقا بأن رئيسها يقول شيئا ووزير خارجيتها يقول العكس، ووزارة الدفاع تقول كلاما ثالثا، والأمن القومي يعبر عن كلام بمستوى رابع، أحيانا أعلى وأحيانا أقل من الثلاثة المذكورين. وفي ملف قسد والحكومة في دمشق، أمريكا تريد منا أيضا أن نفهم بأنها لا تمون على قسد، وبأنها تستجدي قسد الانضمام إلى الحكومة، وبأن قسد لا ترد ولا تستجيب للطلب الأمريكي، وبأن أمريكا لا تضغط، وبأن أمريكا عبارة عن وسيط نزيه، وبأن الحكومة في دمشق يعني عليها أن تقوم بضم قسد بطريقتها مع عدم السماح باندلاع حرب. أمس جرى اللقاء وكان المبعوث الأمريكي باراك، وسمعنا وقرأنا التسريبات والتوضيحات والتصريحات التي خرجت والتي تفيد بأن أمريكا أو توحي بأن أمريكا قد رفعت يدها عن قسد. متى رفعت يدها عن قسد؟ أمس. ما الذي جرى قبل يومين من أمس؟ جرى أن أمريكا عسكريا تمول قسد ب$130 مليون أمريكي عسكريا. وما الذي قيل بعد الاجتماع الذي جرى أمس؟ قال باراك بأن قسد شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. كيف هو شريك رئيسي للولايات المتحدة؟ وكيف يراد له أن ينضم كليا للحكومة في دمشق؟ كل ما في الأمر أن علينا ألا نثق بأي تصريح أمريكي وبأي موقف أمريكي، حتى لو كان نهائيا، حتى لو رأيت أمريكا توقع رسميا على شيء يخصك، اعلم بأن ما بعد التوقيع هناك أشياء تعيد المباراة إلى نقطة البداية. هذه هي أمريكا. ما جرى بالأمس بين قسد والحكومة عاصف إلى حدود بعيدة وقصوى. قسد لا تستجيب للحكومة، والحكومة لا تقبل بمطالب قسد. الأمريكيون والفرنسيون، وقيل بأن وفدا تركيا حضر أيضا، كل هؤلاء يريدون للأمور أن تبقى على ما هي عليه. يعني الحكومة ترفض اللامركزية وقسد تطلب اللامركزية. سترى القوى الدولية والإقليمية تترنح في المنتصف وتترك الأمور على ما هي عليه. بالتالي علينا الأخذ بما يحصل على الأرض. علينا فهم أن لا الغرب ولا الدول الإقليمية يريدون حلولا في سوريا. الكل يريد الأمور أن تبقى على ما هي عليه، وربما تسوء أكثر. على ذلك على الحكومة أن تعي وتستوعب دروس دول في السابق، وأيضا دروس في الستة أشهر هذه من رفع عقوبات وعدم رفع العقوبات في نفس الوقت، من التخلي يعني نوعا ما عن قسد ودعم قسد في نفس الوقت. على ذلك على الحكومة الذهاب باتجاه مطالب منطقية للمكونات في سوريا والجنوح نحو اللامركزية. حين تجنح نحو اللامركزية سيسكت كل مكون في سوريا ويبقى على اتساق وتواصل مع حكومة دمشق. أما انتظار الأمريكيين أن يحلوا القضية يعني فهو كمن ينتظر ممن أشعل نارا أن يطفئ هذه النار. والتاريخ القريب يحفل بالكثير من الأمثلة عن الدور الأمريكي في بلدان مضطربة كسوريا. الاجتماع بالأمس لم ينجح ولم يفشل، لم يتقدم ولم يتأخر، والحديث عن نهاية العام ليكون موعد لتطبيق ما اتفق عليه في آذار، يعني أعتقد كالوعود بحل الدولتين في فلسطين، والذي مضى عليه أقل ما يمكن 25 عاما. ودائما كنا نسمع نهاية هذا العام سيكون الحل وما إلى هنالك من أكاذيب وسوالف مللنا منها، أو يجب أن نكون قد مللنا منها لئلا تمل منا هذه السوالف.
والسلام على الشرفاء والشرفاء فقط.